ما ينفعش ما يبقاش عندك شنطة أدوات شخصية بحاجتك اللي ما ينفعش حد غيرك يستخدمها، وبتستخدمها على الأقل كل أسبوع. اهلا بيكم اجمد وشك رجاله في الدنيا. معكم محمد سليم. لو دي اول مره تشوفوا القناه اعملوا سبسكرايب وفعلوا زرار الجرس. وزي ما قلنا في اول الفيديو، ما ينفعش ما يبقاش عندك شنطه ادوات شخصيه بحاجتك اللي ما ينفعش حد غيرك يستخدمها، سواء هتستخدمها بشكل يومي، اسبوعي، شهري، المهم ان هي لازم تبقى موجوده عندك. وفكره الشنطه ان هي هتبقى لما لك كل الحاجات دي مع بعض. هوريكم دلوقتي شنطتي الشخصيه بالحاجات اللي انا بستخدمها. طبعا كل واحد ليه ادواته الشخصيه على حسب الروتين اللي هو ماشي عليه، ولو حد شايف ان انا نسيت حاجه ممكن يكتبها لي في الكومنتس او يشاركنا بيها. يلا بينا نشوف الشنطه دي فيها ايه. مبدئيا دي شنطة عادية، يعني تقدر تختار الشكل اللي يعجبك، المهم تقضي الغرض، وانا اخترت دي عشان تقسيمتها مناسبة. الجيب الجانبي بحط فيه قصافة الضوافر من الحجم الكبير وبستخدمها للإيد والرجل، وممكن تسمع كلام إن الصغيرة للإيد والكبيرة للرجل أو العكس تقريبا، مش فاكر، وأنا بصراحة مش بقتنع بالكلام ده، هي قصافة واحدة شغالة للاتنين. وطبعا مبرد، مكنة الدقن والتحديد، وكنت عملت ريفيو عنها قبل كده، ورابط الفيديو في الآي اللي هتظهر دلوقتي، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن برضو. ومقص لا غنى عنه سواء في حلاقة الدقن أو الشعر، ومشط وسط للشعر والدقن برضه، وفرشة تنظيف المكنة، كابل لشحن المكنة، وخمس مشاط للمكنة بمقاسات من 1 ملي ل5 ملي. النص التاني من الشنطة مكنة الشعر الكبيرة، وفضلت إنها تكون كهرباء مش شحن، عشان حلاقة الشعر بتاخد وقت أكبر طبعا، فريحت دماغي من قصة الشحن وإن البطارية تفضى وأنا بحلق، أو كل مرة أشحنها عشان أستخدمها. ومعاها المشاط بتاعتها طبعا، ومشابك للشعر. ولو شفت الفيديو بتاع حلقة الشعر في البيت هتلاقوا ان المشابك بتفرق جدا، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن برضه. وبس كده، دي كل محتويات الشنطة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو انا نسيت حاجه في الشنطه دي ممكن تكتبوها لي في الكومنتس، او كل واحد يشاركنا بالادوات بتاعته اللي هو بيستخدمها. واللي ما عملش اشتراك يشترك في القناه دلوقتي ويفعل زرار الجرس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.